اهلا بيكم. انتوا عارفين ان انا ما بحبش اقول مقدمات ولا ويلكم تو ماي channel ولا انا الاء. انتوا لما تشوفوني هتعرفوني، كل ما تشوفوا فيديوهاتي كل ما تتعرفوا عليا اكتر، وكل ما تكتبولي في الكومنتس انا كمان هتعرف عليكم اكتر. انا مبسوطة قوي قوي باليوتيوب في الفترة دي. ما كنت وقفت كتير فترة طويلة من بعد ما اتحجبت، لكن دلوقتي بعد ما رجعت لا الحمد لله مبسوطة قوي قوي قوي. وعايزة اشكر كل حد بيكتب لي حاجة حلوة او بيعمل لي لايك او بيعمل اي حاجة يخليني متشجع اكتر ان انا اكون هنا. شكرا ليكم. النهاردة هتكلم معاكم عن العلاقة الزوجية، العلاقة بين الزوجين، وليه اخترت دي وقد ايه انا شايفاها حاجة مهمة علشان جودة البني ادم، ان كان الزوج او الزوجة او كمان الاطفال. تخيلوا معايا كده ان كل البيوت اللي في الدنيا العلاقة فيها بين الزوجين علاقة سوية وكويسة وعلاقة طيبة. تخيلوا الدنيا هتكون عاملة ازاي، الرجالة هيكونوا عاملين ازاي والستات هيكونوا عاملين ازاي والاطفال هيكونوا عاملين ازاي. هنكون عايشين في جنة. العلاقة الزوجية هي من اقوى العلاقات والروابط اللي ربنا خلقنا ليها. ربنا قال عليها ان هي ميثاق غليظ غليظ، من كتر ما اللي هو ميثاق قوي قوي جدا جدا. وكلنا عارفين ان ابغض الحلال عند الله الطلاق. المؤسسة والبيت اللي اتفتح دي هدمه هو ابغض الحلال عند ربنا. وفي آية بتقول عن احداث يوم القيامة: يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه. في ناس كتير فاكرة انه تقديم الاخ والام والاب ده معناه ان هو تقديم ليهم بجد، لكن الحقيقة ان الترتيب عكسي. معنى الآية بالعامية انه من كتر هول يوم القيامة الستات والرجالة هيفروا من اخواتهم. لا لا، ده مش بس كده، ده كمان هيفروا من امهم وابيهم. لا، ومش بس كده، ده كمان هيفروا من زوجاتهم وازواجهم وابنائهم. يعني اخر حاجة خالص المرأة هيفر منها يوم القيامة هي الابناء، وبعديها الزوجة او الزوج، وبعديها الام والاب، وبعديها الاخوات. متخيلين الصلة قوية ازاي؟ يعني الام والاب اللي هم اللي جابونا اصلا، والاخوات اللي من دمنا، ربنا قدم الزوجة او الصاحبة والزوج او الصاحب والابناء عليهم. ده معناه ان هو دي اقوى علاقة موجودة، مفيش حاجة اقوى من كده. وطبعا ده مش تقليل ابدا لعلاقتنا باخواتنا وبامنا وبابونا، لكن ده تمجيد لعلاقة الست والراجل والابناء في البيت الاسرة. بحس انه في دماغنا دلوقتي انه العلاقة الزوجية ان هي بس بيت مفتوح، راجل بيروح الشغل بيرجع، من ساعة ما بيرجع من الشغل بيفضل ممدد ومريح لحد اخر اليوم، وست بتفضل قاعدة بتنظف او بتغسل المواعين او بتعمل الاكل او بتاخد بالها من الاطفال. دي كده صورة احنا واخدينها عن الجواز، وهي فعلا صورة موجودة في معظم البيوت، مش هقول كلها لكن هي مش صورة صح. هو الصحي والافضل ان يكون الراجل بيعمل كل اللي عليه طبعا في شغله، والست لو هو محتاج مساعدة تساعده في ده. وكمان مهم قوي ان يكون في مشاركة بينهم في البيت، يكون في مشاركة من الراجل مع الست دي في البيت حتى لو بحاجة بسيطة. هي فكرة المشاركة لوحدها اصلا بتخليها هي مطمنة ومرتاحة اكتر. عايزين نتكلم عن حقوق الزوجة. حقوق الزوجة طبعا المسكن والملبس، وكمان من حقها ان هي يكون ليها مصروف خاص بيها من الزوج، حتى لو المصروف ده حاجة بسيطة قوي. طبعا هتكون نسبة وتناسب مع الدخل بتاعه. يعني لو هو بيقبض كويس يديها مصروف كويس، لو هو مش قادر وبيقبض على قده يديها مصروف برضه على قده. لكن مهم يكون ليها فلوس ليها بتاعتها تعمل بيها اللي هي عايزاه من غير ما تسأل هي صرفتها منين. فلوس بتاعتها هي، حاجة خاصة ليها هي. دي حاجة انا بحسها مهمة جدا لأي ست. مهم قوي 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 ان الراجل بعد ما يجيب حاجة لمراته او لعياله او لأي حد اصلا ان هو ما يرجعش منهم بيها. مهم قوي قوي. احنا ربنا قال: ولا تمنوا صدقاتكم بالمن والاذى. يعني ما تضيعوش الصدقات بتاعتكم في المن والاذى، ان انتوا تفضلوا تحسسوا اللي قدامكم انا عملت لك وعملت لك وعملت لك وعملت لك. وعلى فكرة من افضل الصدقات اللي الراجل بيدفعها هي الصدقة اللي بيدفعها على اهل بيته.
مهم ان انت تحسسها بقيمتها. الست لما بتحس بقيمتها بتدي للراجل عينيها، بتكون مرتاحة وبتكون مطمنة. حتى لو مش هتساعدها في الحاجات اللي انت مفروض ان انت تساعدها فيها، طبطب عليها، عرفها ان انت مقدر الحاجات الكتير اللي هي بتعملها لك. ده بيفرق قوي في نفسيتها، ولما بيفرق في نفسيتها بينعكس على البيت كله، عليك وعلى ولادك. فكلمة حلوة طيب بيها خاطرها وانت الكسبان في الاخر. فوز على الحدود وعدم التجسس، دي حاجة كتير بنقع فيها، خصوصا لما الشيطان يخلينا نشك في جوازنا. حاولي ان انت تعرفي ان دي حاجة غلط. تتبع عورات اي بني ادم حاجة غلط، والعورات دي مش بس عورة جسدية، في كمان عورة نفسية لكل بني ادم. ما ينفعش ان الراجل يتجسس على مراته، ولا ان الست تتجسس على جوزها. ما ينفعش ان هو يقلب في الدفاتر بتاعتها مثلا لو هي بتكتب يومياتها يشوف هي كاتبه ايه، ولا ان هو يقلب في موبايلها يشوف هي عملت ايه، ولا ان الست تعمل نفس الحاجة دي. ما ينفعش ان احنا نتتبع عورات بعض النفسية علشان نعرف اكتر. لو في حاجة هتعرفيها، لو في حاجة ربنا رايد ان انت تعرفيها هتعرفيها في الوقت المناسب. وانت كمان الحقوق اللي انا بتكلم فيها دي مش حقوق للزوجة بس، دي حقوق للزوجة وللزوج. وفي كمان حقوق جنسية، لان الاحتياج الجنسي ده كده كده موجود في الطبيعة البشرية، والاحتياج ده للرجالة وللستات. فمهم ان احنا نلبي احتياجات بعض وما نجيش على بعض برضو. يعني ما يبقاش مثلا هو شايف ان الست تعبانة ومرهقة وطول اليوم طالع عينيها وستيل تعبانة ويبدأ ان هو يطالب بحقوقه. يعني محتاجين سنس في الموضوع ده، ومحتاجين ان احنا نخلي الحاجة دي حاجة كويسة، حاجة جودتها كويسة. واهم حاجة علشان جودتها تكون كويسة هي النظافة الشخصية، ان كان للراجل او للست الاتنين. محتاجين ان النظافة الشخصية تكون كويسة علشان جودة العلاقة دي كمان تكون كويسة. لما العلاقة دي على فكرة بتكون جودتها كويسة، عمالة اقول جودة كويسة كتير مش مشكلة، لما تكون العلاقة دي جودتها كويسة الحياة بتكون اسهل بكتير. الراجل ما بيكونش مضغوط، بيكون مرتاح نفسيا، لان فعلا الموضوع ده بيأثر عليه نفسيا. والست كمان بتكون مرتاحة وبتكون مبسوطة، وده كله بينعكس بعد كده في حياتهم هما الاتنين مع بعض، علاقتهم ببعض، علاقتهم برا البيت، وعلاقتهم كمان بولادهم. متخيلين الموضوع مهم ازاي؟ الزوج والزوجة مرايات لبعض، احنا مراية لبعض. بشوف نفسي، جزء كبير من رؤيتي لنفسي هي في الحقيقة رؤية جوزي ليا، والعكس كمان. فمهم ان احنا نحافظ على المرايات دي. مهم ان انا مكسروش بكلمة، ان انا مجرحوش بكلمة، ان انا مكسرش فيه خالص ولا في صورته قدام نفسه، وهو كمان ما يكسرش فيا. وبالعكس نحاول ان احنا نحسن من صورة بعض جوه بعض وقدام بعض. يعني احسن من صورته جوايا، الطريقة اللي انا شايفاه بيها، وهو كمان يحسن من الطريقة اللي هو شايفني بيها. يشوف المميزات، عشان اكيد في مميزات كتير مع شوية عيوب، طبيعي احنا بشر. ويشوف العيوب دي بتقبل وبرحمة، ان هي مش جاية علشان انا قصد ان انا يكون فيا العيوب دي، لكن في طفولة وفي شخصية اتكونت وفي حاجات كتير كانت عوامل علشان العيوب دي تتكون. مهم ان انا اصلح من عيوبي اكيد، لكن مهم كمان ان احنا نرحم عيوب بعض ونرحم ضعف بعض. العلاقة لما بتكون مليانة حب ورحمة ومودة بتكون سبب قوي جدا ان البيت يكون هادي وسوي وفيه راحة. وبيكون سبب قوي جدا ان الاطفال بيطلعوا اسوياء وكويسين نفسيا واجتماعيا. وبيكون سبب مهم جدا ان المجتمع كله بيكون مجتمع صالح. بس لو في اي تيبس وتريكس بتعملوها ممكن تقولها لنا في الكومنتس، وندخل كلنا نقرا الكلام ده. وبس، شكرا.